مساء الخير، مسك سبور وطاب مساءكم بكل خير. من النقاط الأساسية التي لاحظناها في مباراة اليوم، مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من اللوسوتو، وهي صافرة استهجان جمهور مولودية وجدة على اللاعب جمال حركاس، اللاعب اللي كان سجل في السنة الماضية هدف عندما كان يلعب للرجاء، وسجل هدفا في مرمى مولودية وجدة، واللاعب احتفل. ربما أخطأ في هذه الحادثة، لكن بصراحة ما كان للجمهور أن يظل يصفر على اللاعب، لأنه يسيء لهذا اللاعب ويسيء للمنتخب، لأنه عندما يخرج اللاعب من تركيزه على المباراة، وبالتالي سيؤثر على المنتخب، والمنتخب فوق الجميع، ويجب يعني تشجيعه، ويجب نسيان النوادي التي يلعب لها اللاعبين. لذلك أظن أنه جمهور مولودية وجدة أخطأ في حق المنتخب المغربي وليس في حق حركاس. هذه النقطة يجب التركيز عليها كثيرا، ويجب تجاوزها، ويجب ألا تعود للمنتخب المغربي. هناك نقطة ثانية أثارت انتباهي، وهي ضربة جزاء التي اصطادها سفيان رحيمي، وأصر أن هو الذي ينفذها، في حين أنه لو تركها للاعب إبراهيم دياز كان سيكون ذلك أحسن، على اعتبار أن اللاعب دياز ينافس على مركز هداف الإقصائيات، وهو يعني متفوق بهدف وحيد على لاعب غينيا سيرهو جيراسي، اللي صراحة عنده 6 أهداف، فيما اللاعب دياز أصبح له 7 أهداف. وكنعرفوا أنه غينيا ستلعب غدا إن شاء الله أمام طنزانيا، وإذا هذا اللاعب استطاع أن يسجل أهداف أخرى فأظنه ممكن يعني في احتمال يتجاوز اللاعب إبراهيم دياز. لذلك كان من المستحسن أن يترك ضربة جزاء للاعب إبراهيم دياز، اللي الآن يعني صراحة يقدم مستوى جيد جدا، وصراحة أنسى الجميع في اللاعب زياش، خصوصا الآن إنه يسجل وأصبح هداف للإقصائيات. الملاحظة الثالثة اللي ممكن لاحظناها في هذه المباراة، وهو يعني دخول اللاعب آدم مسينا لاعب تورينو. أنا أظن يعني الرواق الأيسر يعني صار شاغرا، على اعتبار أنه اللي كيلعب فيه هو نصير مزراوي، والآن البديل ديالو اللي المنطقي واللي قدم مستوى عالي وعالي جدا وهو آدم أزلو، نظرا لصغر سنه، نظرا لأنه يلعب في بايرن ميونخ، واللاعب مع المنتخب يقدم مستوى جيد. والآن ما عرفش الدور ديال ماسينا صراحة، لأنه المنتخب الآن أصبح مش أي واحد ممكن يلعب في المنتخب بكل صراحة. يعني إذا كنا ما كنعيطوش اللاعبين ديال البطولة، فحتى اللاعبين الآن الموجودين على المستوى العالمي فهم كيلعبون في فرق كبيرة وكبيرة جدا. وصراحة أنا لا أتحامل على مسينا، لكن في المنتخب لا توجد عواطف. يعني صراحة الذي يلعب بشكل جيد ويقدم مستوى عالي ويفرض نفسه على المنتخب فهو الذي سينادي عليه الركراكي وليس أي أحد. النقطة الأخيرة اللي ممكن نطرق لها بعد مباراة ليسوتو هو أن المنتخب المغربي لعب وهو متأهل سلفا لكأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب، يعني لعب بأريحية كبيرة ولم يلعب تحت الضغط. هذا بالإضافة إلى أنه لعب 5 مباريات من أصل 6 في ميدانه وأمام جمهوره، وكانت المباراة الوحيدة اللي لعب خارج الميدان هي طبعا أمام الغابون، واللي فاز بها ب5 أهداف لهدف. هذا لا يجب أن ينسينا أنه قبل 10 أشهر بالضبط، يعني في يناير 2023 المنتخب المغربي قدم كأس إفريقيا بكوت ديفوار سيئة جدا. الفريق فاز على تنزانيا ب3-0 كبداية في مجموعته، فيما أنه تعادل في المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لهدف، وفاز بصعوبة في المباراة الأخيرة في مجموعته أمام زامبيا بهدف، قبل أن يخرج من دور 16 ب2-0 أمام جنوب إفريقيا.
وكانت تلك نكسة للكرة المغربية، على اعتبار أن المنتخب المغربي كان قد قبل سنة بالضبط من كأس إفريقيا اللي كانت في الكوت ديفوار 2023 قدم كأس عالم من المستوى العالي، ولعب نصف النهائي أمام فرنسا ليكون أول بلد إفريقي وعربي يصل لذلك الدور. لذلك يجب أن نقيس يعني مستوى المنتخب المغربي أمام المنتخبات الكبيرة إفريقيا مثل نيجيريا، مثل السنغال والكوت ديفوار والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا ومصر ومالي وأنغولا. هذو هما المنتخبات اللي يجب أن نقيس قوة المنتخب المغربي أمامهم. من دون ذلك فأظن أن المنتخب المغربي سيكون يعني مجرد منتخب يبدع في المباريات اللي كتكون سهلة والمباريات اللي كتكون أمام فرق كتلعب الكرة، لكن للفوز بالألقاب خصوصا أمام المنتخبات الإفريقية أظن على وليد الركراكي وعلى اللاعبين أن يعوا جيدا أنه المستوى الكبير الذي يقدمونه في الأندية العالمية يختلف تماما على أمام المنتخبات الإفريقية. وفي النهاية طاب مساؤكم.